ازاي اطلع احصائيات من الداتابيز بكود واحد بس باستخدام 3 اوامر: الكاونت والافريج والسم. تعالوا نشوف مع بعض. طيب لو انا عايز استعمل الكاونت، فانا بقول مثلا مثال بسيط كده، احنا عايزين نجمع عدد الامبلويز بتاعنا في الديبارتمنت. فانا بقول select department ID كوما الكاونت all as total employee. يعني دلوقتي الكولوم بتاعنا اللي عليه الكاونت هيبقى اسمه total employee from employee names او الامبلويز group by department ID. انا كده حصل ايه؟ الكويري ديت ببساطه شديده بتقول ان انا هجمع عدد الامبلويز اللي موجوده في ديبارتمنت اي دي 1 وديبارتمنت 2 وديبارتمنت 3. فهنلاقي النتائج زي ما احنا شايفين كده: ديبارتمنت رقم 1 في 2 امبلوي، رقم ديبارتمنت رقم 2 في 2 امبلوي، وديبارتمنت رقم 3 في 1 امبلوي. اما بالنسبه للافريج بتاعنا، فتعالى نقول مثلا هنقول سيلكت افريج سالري للسالري كولوم في الامبلوي تيبل. فلو احنا شفنا كده الامبلوي تيبل بتاعنا هنلاقي فيه الكولوم اسمه سالري، فاحنا عايزين نجيب المتوسط الحسابي للكولوم دوت. فهنقول سيلكت اي في جي وتحط الكولوم نيم از اي في جي اندرسكور سالري، وده الاسم بتاع الكولوم اللي انت عايز تسميه فروم امبلويز، وترن الكولوم او ترن الكود هتلاقي الكود النتيجه بالمنظر دوت. تعالى برضو لو عايزين نعمل السم هيبقى نفس الفكرة، هنبدل ال AVG بكلمة sum، وبدل بس ما نقول ال AVG underscore salary هيبقى sum underscore كمان. يبقى انا كده جمعت كل السالري فاليوز جوه السالري كولوم بتاعي. في التيبل بتاع employees برضو كذلك نفس الفكرة للكاونت، لو احنا محتاجين نعد كام سالري موجود فهو بكده بيساوي 5 سالاريز.